النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بس بطريقة مختلفة. يعني هنحشي الرز مش هنحشي الفرخة، عشان طبعا احنا لما بنعمل الفرخة محشية رز كل البيت بيقعد يتخانق على الرز اللي جوه الفرخة، فاحنا هنعملها نفس التطعيمة بالظبط، بس هنكتر بقى في الرز شوية. يلا بينا اوريكم عملتها ازاي. انا هنا جبت فرخة كده قطعتها على 8 عشان الفرخة كانت كبيرة، وجبت بصلايه وفرمتها ومكعب مرق، ودول كانوا 3 كوبايات من الرز غسلتهم حلو، وملح وفلفل وقرفه. انا مش عايزه غير ملح وفلفل وقرفه ومكعب المرق، لو مش عايزاه استغني عنه. جبت حله كده حطيت فيها معلقه سمنه على حبه زيت، وهشوح بقى الفرخه كده زي ما انتوا شايفين. واول ما احط بقى الفرخه هنزل بمعلقه ملح ومعلقه فلفل. انا مش عايزه هنا بهارات بقى، يعني عايزين ناخد نفس تطعيمة الفراخ المحشية بالظبط، فهنزل بالملح والفلفل فقط لا غير، ومكعب المرق مش عايزاه استغني عنه، بس انا بيدي تطعيمة جميلة. خلاص بعد ما شوحتها كده على الناحيتين هديها كوباية مية مغلية، كوباية كبيرة كده من المية المغلية، عشان نضمن ان الفرخة استوت. وهسيبها بقى ربع ساعة كده، هتلاقيها شربت المية تماما ويعتبر دخلت في السوا بنسبة 80%. هقلبها بقى كده حلو. بصوا خدت اللون الجميل، بصوا محشية محشية يعني مفيش كلام. هننزل بقى ببصلاية كبيرة كده مفرومة، وطبعا نزلنا بالبصلة هننزل بمعلقة قرفة، يعني معلقة محترمة كده على قد الثلاث معالق رز. 3 معالق رز على قد ال3 كوبايات من الرز، معلقة قرفة كده كبيرة. خلاص. وهنقلب بقى كل الكلام ده. انا هنا مش عايزة البصلة تتشوح عشان ناخد نفس تطعيمة الفراخ المحشية. اول ما اقلب كده البصلة مع القرفة هروح نازلة بالرز بقى. هنا انا عملت 3 كوبايات من الرز، انت عايزة اكتر عايزة اقلب براحتك. هنقلب بقى كل الكلام ده حلو، ونزلت عليهم ب3 كوبايات من المية المغلية. انا هنا بسوي رز عادي يعني ماليش دعوة بالفرخة، خلاص الفرخة مش هتاخد ميه. هقلب بقى كده كل الكلام ده مع بعضه لغايه اما يتشرب. خلاص هو كده الرز يعتبر اتشرب. هقلبه بقى واشغل الشياطه واوطي عليه واسيبه لغايه اما يستوي تماما. انا هنا كان اتشرب، قلبته اهو زي ما انتوا شايفين. هوطي بقى النار خالص واحط الشياطه لغايه اما يستوي ونغرفه مع بعض. بصوا هنا كان استوى بقى ومفلفل وتحفة بجد، اكن فرخة محشية الرز اللي جواها، يعني ما اختلفش خالص. بس احنا هنا تلاشينا بقى الخناقات اللي بتحصل على الرز والناس اللي بتحب الرز بقى هيعجبهم جدا. يعني الناس اللي بتحب الفراخ المحشية الطريقة دي هتعجبها جدا. والفراخ بقى كانت دايبة كده وتحفة بجد. لازم تجربوا الوصفة دي. وبس كده حبايبي خلصنا.